يا مساء الأنوار. فيلم النهاردة قصته هي مش جديدة علينا، شفناها قبل كده في أفلام الكرتون واحنا صغيرين ومعروفة بالأميرة والوحش. بس قبل ما نبدأ انزلوا كده اعملوا لايك سبسكرايب للقناة عشان تشوفوا كل حاجة جديدة، ويلا نقول 3 2 1 أكشن. بيبدأ الفيلم معانا سنة 1850 وبتحديد في مملكة صغيرة في فرنسا، وبيكون بيحكمها ملك ظالم بيفرض عليهم ضرائب كتير جدا وبيقيم الناس على أساس فلوسهم وجمالهم. وفي يوم بيحتفل الملك في القصر بتاعه مع الوزراء والأغنياء، وأثناء الاحتفال كده بتدخل عليهم ست عجوزة وبتطلب منه تقعد في القصر فترة قصيرة عشان في عاصفة في المدينة وما عندهاش أي بيت تاني تحتمي فيه، وبتديله وردة حمراء كهدية ليه. بس الملك بيستهزأ بيها وبيرمي الورد على الأرض، فالست دي بتحذره إنه ما ينخدعش بالمظاهر، وبتقوله إن الجمال الحقيقي في قلب الإنسان مش في شكله. فبتتحول الست العجوزة دي لساحرة جميلة جدا، فبيعتذر لها الملك وبيطلب منها إن هي تسامحه، ولكن الساحرة دي بتتجاهل كل كلامه وبتقرر إن هي تعاقبه. فبتحوله لوحش شكله مخيف وبتقوله إن هي لعنته هو وكل الموجودين في القصر علشان بيحكموا على الناس بالمظاهر، وبتعرفوا إن اللعنة دي مش هتتفك غير لما يلاقي حب حقيقي، ولكن لازم يلاقيه قبل ما تقع كل أوراق الوردة اللي هي اديتها له. ولو وقعت كل أوراق الوردة قبل ما يلاقي البنت اللي هتحبه من قلبها هيفضل وحش كده طول عمره. وعشان محدش يحاول يساعد الملك، قررت الساحرة إن هي تمسح ذاكرة كل أهالي المملكة علشان ينسوا إن كان في ملك بيحكمهم. ومع مرور الوقت بتبدأ أوراق الوردة تقع، وبيفضل الملك قاعد في القصر وحاسس بالإحباط لأن مستحيل حد يحبه بشكله ده، وبالتالي بيقرر يتقبل مصيره ويستنى أوراق الوردة تقع كلها ويفضل بقى وحش للأبد. وبنروح بعد كده لبنت بسيطة جدا اسمها بيل، وبتكون عايشة في قرية فقيرة في فرنسا، ولكن على الرغم ان هي بنت جميلة إلا ان كل أهالي القرية شايفينها غريبة لأنها دايما منعزلة وبتحب القراية، وكمان لأن هي رافضة تتجوز من جاستن قائد الجيش اللي كل البنات بتجري وراه. وبتشوف بيل أبوها اللي بيشتغل مهندس وبتسأله عن والدتها وبتقوله هي ماما ماتت ازاي، فبيرفض والدها انه يتكلم وبيقول لها ان هو رايح السوق يشتري شوية حاجات، فبتطلب منه يجيب لها ورد وكتاب جديد تقراه. ولما بيمشي بيجي جاستن وبيعرض عليها الجواز، ولكن كالعادة بيل بترفض وبتقوله ان هي ما بتفكرش في الجواز نهائي. وبالليل بيكون والدها في طريقه للبيت وبيهجم عليه مجموعة ذئاب وبيكسروا العربية بتاعته، فبيركب الحصان بتاعه وبيدخل الغابة بسرعة لحد ما بيوصل لقصر الملك الوحش. فبيقرر يدخل القصر ده علشان يعني يقعد فيه شوية على ما يطلع النهار ويرجع بيته. فبيبدأ يكتشف القصر وبيلاقي أكل موجود على السفرة وبيقعد ياكل، وفجأة بيلاقي كوباية الشاي بتقرب منه وبتتكلم معاه، فبيرتبك جدا وبيحس ان في حاجة غلط في القصر ده وبيحاول ان هو يخرج بسرعة. وقبل ما بيمشي بيشوف شجرة فيها ورد، فبيفتكر بيل لما طلبت منه وردة، فبيروح يقطف وردة علشان يديها لها. ولكن فجأة بيهجم عليه الملك الوحش وبيقول له ان هو هيعاقبه عشان هو سرق الوردة من الجنينة بتاعته. فبيخاف الحصان بتاعه وبيطلع يجري لحد ما بيوصل للقرية. ولما بتشوف بيل الحصان بتفهم ان والدها حصل له حاجة، فبتركب الحصان بسرعة وبتطلب منه ان هو يوديها للمكان اللي باباها فيه. وبالفعل بتروح قصر الوحش، واول ما بتدخل بيتكلم الشمعدان والساعة وبيقولوا لبعض ان ممكن تكون البنت دي هي اللي هتفك اللعنة بتاعتهم. وبنفهم من هنا ان الساحرة لما كانت في القصر لعنت كل الوزراء والاغنياء اللي كانوا في الحفلة وحولتهم لادوات في القصر. فبتسمع بيل صوت والدها وبتاخد الشمعدان وبتروح تدور عليه لحد ما بتلاقيه محبوس في زنزانة جوه القصر. فبيقول لها باباها القصر ده ملعون، وبيطلب منها ان هي تمشي بسرعة قبل ما الوحش يظهر تاني ويحبسها هي كمان. وفجأة بتسمع صوت الوحش وبيتكلم معاها من بعيد وبيقول لها ان والدها ده حرامي وسرق وردة من الجنينة بتاعته، علشان كده لازم يعاقبه ويحبسه في القصر. فبتسخر من كلامه علشان حبس والدها يعني عشان وردة، وبتحاول تستعطفه ويخرجوا من المكان ده، ولكن الوحش بيتعصب عليها وبيقول لها انه تعاقب وتحول لوحش عشان رفض ياخد وردة من ساحرة. فبتقرب هنا بيل عشان تشوف شكله،
شكله، وعلى عكس كل اللي شافوه بتكون بيل مش خايفة منه وبتقوله ان هي عاوزة تتحبس مكان باباها. وطبعا باباها بيرفض وبيزعق لها وبيقول لها ان هو خسر امها ومستحيل يخسرها هي كمان، فبتطلب من الوحش انه يخليها تتكلم مع ابوها لمدة دقيقة واحدة وتودعه، فبيوافق وبيقول لها الزنزانة لو اتقفلت مستحيل تتفتح مرة تانية. واول ما بتدخل بيل لباباها بتحضنه وبتطلعه بره الزنزانة عشان تتحبس مكانه، فبيقول لها الوحش ان هي اللي حكمت على نفسها بالسجن مدى الحياة، وبياخد باباها وبيطرده من القصر. وبعد شوية بيتحرك الشمعدين وبيفتح لها الزنزانة، بيقول لها ان هو عايز يوديها اوضة النوم علشان تستريح، فبيل بتتصدم وبتقوم ضرباه بالكرسي لان هي مش مصدقة يعني ان في شمعدين بيتكلم. بتيجي الساعة وبتدخل تفهمها وتقول لها ان الساحرة لعنت كل الناس اللي كانوا في القصر وحولتهم لأدوات، فبتبدأ تتفهم بيل الموضوع ده. وبعدها بياخدوها في جولة في القصر وبيقولوا لها ان هي محبوسة بس ممكن عادي تتحرك في اي مكان في القصر الا مكان واحد وهو الجناح الغربي علشان الوحش مانع اي حد يدخل. في الوقت ده بيوصل ابو بيل للقرية وبيجمع كل الناس وبيقول لهم ان في وحش خطف بنته في القصر بتاعه وفي عاصفة ثلجية هناك، فبيستهزئوا بقى بكلامه بيقولوا له احنا في الصيف مستحيل يعني يكون في عاصفة ثلجية في الوقت ده. ولكن بيقاطعهم جاستن اللي معجب ببنته وبيقوله ان هو هيساعده. وبنرجع تاني للوحش في القصر، بيكون داخل القصر علشان يتعشى وبيلاحظ ان الادوات عملوا عشاء لبيل كمان، فبيتعصب عليهم وبيقول لهم ان هي مجرد مسجونة عنده في القصر وابوها حرامي. فبيقول له براد الشاي يبطل يحكم على الناس بالمظهر لان ده السبب اللي خلى الساحرة تلعنهم كلهم، وبتعرفوا ان بيل ممكن تكون البنت اللي هتفك اللعنة بتاعتهم، علشان كده لازم يتعامل معاها بلطف ويكسب محبتها عشان هم كمان يخلصوا من اللعنة دي. فبيقتنع بكلامها وبيروح لأوضة بيل وبيطلب منها تقعد تتعشى معاه، ولكن بتكون فاتحة شباك الأوضة وبتحاول تهرب منه. وأول ما بتسمع كلام الوحش ده بتنفعل عليه وبتقوله إن هي مستحيل تاكل معاه عشان هو اللي حبسها. فبيتعصب هنا الوحش على الأدوات وبيقول لهم ما يحطوش أكل البيل علشان هي رفضت تتعشى معاه. وبعدها بيروح للأوضة اللي في الجناح الغربي وبنعرف إن هو مانع أي حد يدخل الأوضة دي عشان خاطر فيها الوردة بتاعة الساحرة. وطبعا لو كل الورق اللي فيها وقع هيفضل وحش وهتفضل دي طبيعته مدى الحياة. فبتروح براد الشاي لبيل علشان تهديها وبتلاحظ انها بتخطط تهرب، فبتحاول تقنعها ان هي تقعد تتعشى مع الوحش وبتقولها ان هو والله قلبه طيب بس مظهره عكس شخصيته تماما. فبتقتنع بكلامها وبتروح للجناح الغربي اللي ممنوع حد يدخله وبتشوف الوردة بتاعت الساحرة. فبيجي الوحش وبيزعق لها فبتطلع تجري من الجناح بسرعة وبتقرر تهرب من القصر. بتهرب وبتركب الحصان بتاعها علشان ترجع للقرية بتاعتها، وفي طريقها بيهجم عليها مجموعة من الذئاب بيحاصروها من كل اتجاه، فبتحاول تدافع عن نفسها ولكن عددهم بيبقى كبير جدا. فبيجي الوحش في الوقت ده وبينقذها وبيهجم واحد من الذئاب على الوحش ده من غير ما ياخد باله وبيعضه في كتفه، فبيضربه الوحش وبيخاف منه كل الذئاب ساعتها وبيبدأوا يهربوا. وبعدها بيفقد وعيه وبتاخده بيل على الحصان بتاعها وبترجعه القصر. في الوقت ده بيكون والد بيل في الطريق علشان ينقذها ومعاه جاستن والمساعد بتاعه، وأول ما بيوصل للغابة بينسى الطريق تماما وكأنه ما جاش من هنا قبل كده. فبينفعل جاستن وبيتهمه ان هو بيكذب عليه علشان عايز يجوزه بنته، ولكن بيتفاجئ ان والد بيل بيقوله ان هو مش هيجوزها له اساسا. فبيتعصب عليه وبيضربه وبيقوم ضربته في شجرة علشان الذئاب تيجي تاكله. بنرجع لبيل وهي في القصر وبتحاول تطهر الجرح بتاع الوحش، فبيتهمها هنا ان هي السبب في كل اللي حصل ده علشان حاولت تهرب من البداية. فبتتضايق هنا بيل من كلامه ومن طريقته وبتسأل الادوات هم ازاي مستحملين طريقته وافعاله السيئة دي. فبتقول لها براد الشاي ان الوحش ده كان ملك مغرور جدا لكن قلبه طيب، هو اكتسب بس صفة الغرور من باباه، ولما تحول لوحش عرف غلطته وقرر ان هو يغير من نفسه ويكون انسان احسن من قبل كده. وبتعرفها قصة الوردة والساحرة وان لازم الوحش يحب بنت قبل ما كل اوراق الوردة تقع، لان لو وقعت كل الاوراق قبل ما واحدة تحبه هيفضل وحش للابد وهم هيفضلوا ادوات وهيخسروا روحهم. والسبب في ده ان كل الموجودين كانوا بيحكموا على الناس بمظهرهم. فبتتأثر بيل وبتفهم ان الوحش كان بيعاملها باسلوب مش كويس علشان هو محبط وفقد الامل ان حد يحبه. وتاني يوم بتيجي ست فقيرة وبتشوف والد بيل وهو مربوط في الغابة، فبتاخده معاها وبتعالجه. وفي نفس الوقت بتكون بيل قاعدة مع الوحش في اوضته
وبتحكي قصة لويليام شكسبير. فبتتفاجئ إن الوحش بيكمل معاها القصة وإن هو قرأ كل كتابات شكسبير، وبيقول لها إن هو كمان بيحب القراية جدا وبياخدها عشان يوريها المكتبة بتاعته. ولما بيلاقيها منبهرة بمنظر الكتب اللي موجودة بيقول لها إن هي ممكن تاخد الكتب اللي هي عاوزاها. فبتلاحظ بيل إن الوحش لأول مرة بيتكلم معاها بطريقة كويسة، وبتكون فرحانة جدا بأسلوبه الحلو ده وإن هو بدأ يتغير فعلا. وبعد شوية بيتمشوا مع بعض على الجسر وبتقرا بيل كتاب لشكسبير، وبيقول الوحش إن هو منبهر بجمال الغابة وبيشكرها علشان خلته يغير من شخصيته وما يحكمش على الناس من خلال مظهرهم، وبيكون واضح عليهم هما الاتنين إن هما بدأوا يرتاحوا ويعجبوا ببعض. وتاني يوم بيقعد الوحش لوحده وبتيجي بيل تتكلم معاه، وبتلاحظ ان هو بيقرا رواية رومانسية وبتسأله عن اكتر حاجة نفسه فيها. فبيقول لها ان هو نفسه يهرب وبيقترح عليها تهرب معاه. على الجانب التاني بيروح جاستن علشان يقعد في البار، وبيتفاجئ ان والد بيل لسه عايش. فبيحاول والد بيل ان هو يضربه، ولكن جاستن بيمنعه وبيقرر يوديه مستشفى للامراض العقلية. في الوقت ده بتكون بيل بترقص مع الوحش وبيكون واضح عليها ان هي بدأت تحبه. ولما بيخلصوا بتقوله ان والدها هو اللي علمها الرقص وان هي مفتقداه جدا. فبيتأثر الوحش وبيديها مراية سحرية تقدر من خلالها تشوف باباها. فلما بتشوف بيل باباها بتتفاجئ ان سكان القرية ماسكين باباها وبيضربوه، وبدون مقدمات بيطلب منها الوحش ان هي تروح لباباها علشان تنقذه، وبيديها المراية السحرية دي هدية ليها. ولما بتمشي بيلوموا الشمعدان علشان ساب بيل تمشي من القصر، لان هي كانت الامل الوحيد ليهم علشان يتحرروا من اللعنة ويرجعوا بشر مرة تانية. فبيعتذر له هنا الوحش علشان هو السبب في اللي حصل لهم، وبيقول ان هو حب بيل من كل قلبه ولكن ما يقدرش يحبسها وباباها في خطر. في الوقت ده بتوصل بيل للقرية بتاعتها، وبيكون سكان القرية واخدين باباها المستشفى الامراض العقلية. فبتحاول تمنعهم بيل، وبيقول لها جاستن ان والدها مجنون علشان بيقول ان في وحش حابسها في القصر بتاعه. فبتقول له ان كلام باباها حقيقي، وعشان تأكد له كلامه بتوري له الوحش في المراية السحرية. فبياخد جاستن منها المراية وبيقول لسكان القرية ان هم لازم يقتلوا الوحش ده لأن وجوده تهديد للبشرية. ولما بيل بتحاول تمنعهم بيحبسوها مع باباها في العربية. وبيعرف جاستن بعد كده مكان القصر بتاع الوحش من خلال المراية السحرية، وبيروح هو وسكان القرية علشان يقتلوه. وفي الوقت ده بتحكي بيل لباباها كل اللي حصل، وبتقوله إن هي لازم تهرب علشان تساعده قبل ما سكان القرية يقتلوه. فبتديله دبوس من شعرها، وبيستخدم والدها مهارته وبيفتح القفل بتاع العربية وبيقدروا إن هم يتحرروا. وبتروح للقصر وبيكون الوحش قاعد متضايق لأنه فاكر إن بيل ما حبتهوش وإن هي مش ناوية ترجع له تاني خلاص. فبتيجي الساعة وبتقوله إن سكان القرية بيهجموا على القصر وعاوزين يقتلوه، وبيقدر سكان القرية إن هم يدخلوا القصر فعلا. فبتهجم عليهم كل الأدوات اللي موجودة علشان يدافعوا عن الوحش، وبتضرب الشماعة المساعد بتاع جاستن وبيطلب منه إن هو يساعده، لكن جاستن بيغدر بيه وبيسيبه علشان يروح يدور على الوحش. وفي نفس الوقت ده بيل بتقدر تخرج من العربية وبتاخد الحصان بتاعها وبتروح قصر الوحش علشان تنقذه. وبنرجع تاني لجاستن بعد ما قدر يلاقي الوحش ويضرب عليه نار ويوقعه من الشباك، ولكن لحسن الحظ الوحش ما بيحصلوش حاجة. وبتيجي بيل في الوقت المناسب، وبالصدفة بيلاحظ الوحش ان بيل رجعت للقصر تاني، وبيكون سعيد جدا لما عرف ان هي جاية عشان تنقذه وحس ان هي فعلا بتحبه من قلبها. فبينط من على السطح علشان يروح لها، ولكن جاستن بيمنعه وبيفضل يضرب فيه. فبيتعصب الوحش وبيمسكه من رقبته علشان يرميه من على السطح. وبعد تفكير بيقرر ان هو ما يقتلوش ويسيبه يمشي. وبعدها بيروح لبيل علشان يعترف لها ان هو بيحبها. فبيضرب جاستن عليه نار من بعيد، وفجأة بيقع من على الجسر اللي واقف عليه وبيموت. وبيكون الوحش في الوقت ده واقع على الأرض وبيموت هو كمان. فبتعيط بيل وبتعترف له إن هي بتحبه، ولكن للأسف ده كان بعد فوات الأوان لأن الوحش مات. وبتقع آخر ورقة في الوردة بتاعت الساحر، وبسبب كده بتفقد كل الأدوات روحها وبيموتوا هم كمان. ولكن في الوقت ده بتوصل الساحرة للقصر وبترجع الوردة زي ما كانت، خصوصا بعد ما شافت حب بيل للوحش، وكمان لما شافت ان الوحش اتغير فعلا علشان بيل. وبعدها بيرجع الوحش لشكله الحقيقي، واخيرا بترجع كل الادوات لشكلهم الحقيقي هم كمان. وبترجع الساحرة ذاكرة كل الناس علشان يفتكروا ان هو الملك. وبيقرر الملك في الوقت ده ان هو يتجوز بيل ويعيش معاها في سعادة، خصوصا بعد ما اتعلم درس مهم جدا ان هو يبطل يحكم على الناس من المظهر. وبيخلص الفيلم الحلو ده على كده ونقول فركش.